ماله بس موضوع الشطب ده مهم جدا. ممكن سؤال واحد سؤال واحد ومش ماليش غيره والله، سؤال واحد ماليش غيره، طالما الموضوع مش شخصي واحنا بنتكلم بكلام محترم. طيب والله خلاص مش طيب حضرتك بتقول لي خلاص ان انا غلطان وشهرت وعملت. هما بيقولوا لا ولا الاتهام كالتالي. لا ولا الاتهام. انا رديت حاجه، انا قلت اكمل كلامي بعد اذنك وما نخش فرعيات. انا لا مش فرعيات. الاستاذ بيسالني هو الاختلاف في الراي يعمل كده، قلت له الاختلاف من الراي لا يفسد للود قضيه، لكن لو احنا شهرنا ببعض. جميل. قلت لحضرتك طيب. وقلت لو احنا شهرنا ببعض او جبنا سيره بعض باسلوب مش لطيف، ده موضوع سكه ثانيه خالص بقى. تخلي حضرتك بقى على نفس المبدا، وهقول لك دلوقتي ان انا قدمت شكاوي رسميه بتواريخ وعليها استلام للمدير ورئيس الشركه. السؤال اللي حضرتك بتجاوب وما ردش عليا اروح اخبط دماغي في الحيط يعني؟ ممكن اسالك سؤال بس؟ اروح اخبط دماغي في الحيط؟ لا طبعا. امال اعمل ايه يا فندم؟ ولا عشان انتوا قوه يعني وراكوا ناس هتدوسوا على البشر؟ 1 2 3 4. السؤال بس. لا السؤال ما بقاش رد باجابه. السؤال بيبقى رد باجابه. السؤال قالت لي احنا ما ردناش. انا اللي بسال. تحت امرك. انا اللي بسال. انا بعت شكوى ما تردش عليها بعد شهر، ورحت بعد اسبوعين ما ردتوش ليه يا جماعه؟ قفلوا الباب في وشي. مين اللي قفل الباب في وشي؟ الشركه. ايوه رحت للسكرتاريه وما دخلونيش. مين اللي رحت للسكرتاريه؟ سكرتاريه الاستاذ حازم نصار اللي مساعد رئيس الشركه. ما رضوش يدخلوك. انا هكذب ومعايا عضو كان معايا عضو. انا ما اقدرش اقول اللي انت كان معايا عضو. انا ما اقدرش. رحنا مقدمين مذكره برجاء الرد على الشكوى التي تقدمنا بها بتاريخ كذا، طبقا للائحه بتاعتكم ان المفروض ترد عليا خلال اسبوع. حضرتك ما ردتش. طب طبق اللائحه على نفسك زي ما بتطبقها على العضو وتشطبه. اشطب نفسك بقى. المبدا ايه؟ صح؟ ردي عليا يا فندم. لا انت حضرتك دلوقتي قلت لي انما جيت بقى مسكت ان انا رحت قلت الكلام ده على الفيسبوك. انت كده بتشهر بالنادي وبعتين تعملوا كده. لما لقيت كده قلت خلاص اشتغل قضائي. رحت باعت انذار في المحكمه على يد محضر بطلباتنا ومشاكل الاعضاء. يقوم الرد على الانذار بعد يومين بشطب العضويه. اذا انتوا مش ناس طالبين حوار، مش ناس طالبه نقاش، مش ناس بتاعه مبادئ، مش ناس بتاعه قانون ولايحه بتطبق على الكل. اذا ما تجيش تاخد رد الفعل بتاعي وتشتغل عليه ان انا الغلطان. انا رد فعل، انا غلطان كرد فعل. حضرتك اهنتني. انا جيت في الاول اشتكيت بشكل رسمي بورق، وخدت على الورق دوت صور ممضي عليها من اللي استلمها، على راسهم مساعد رئيس الشركه بامضته بتاريخ استلام الشكوى. عدى اسبوع ما تردش على الشكوى. عديت الاسبوع الثاني ورحت قلت ما ردتوش ليه؟ ما تردش برضو. بعد شهر بدات اقول الكلام ده على النت واقول يا جماعه الدنيا بايظه ولازم نشوف حل. قلت عليها بشهر بالنادي واتخذت القرار بتاع شطب العضويه بدون ما تتصلوا بيا تكلموني تقولوا انتوا اتشطبت. انا مش عاوز تحقيق يا سيدي. هو انت فاكرني عاوز اخش النادي؟ انا قيمتي وكرامتي ما تسمحيش ان انا اتعامل مع موظفين بيتعاملوا معانا بالشكل ده وبيتكلموا علينا كلام مش وحش، مش لطيف. انت ما تعرفش الكلام بيتقال ايه؟ ما تعرفش انت. لا المفروض عارف. حضرتك موظف عارف لما بيقعدوا مع بعض هم بيتكلموا ايه بيقولوا على ايه. عارف لما عضو يروح يشتكي ويمشي بيتقال عليه بعد ما يمشي. عارف لا موظف. انا اتعامل ازاي؟ ادخل هنا ازاي؟ ده انا اديكوا فلوس وامشي. بس انا قلت في مصلحه عامه ممكن نستفيد منها ومصلحه النادي قبل الاعضاء. قلت ليه ليس في مصلحه عامه؟ ان صلحوا ماشي، ما صلحوش امشي. تقول لي شطب عضويه؟ انا اصلا همشي. حضرتك انا مقدم طلب ان انا امشي يوم 6/3 للاستاذ حازم، طلب بشطب العضويه اصلا وامشي. انا قدمت الطلب ده اصلا. الرد عليا وقال لي ما ينفعش ولازم تجيب حد مكانك يكمل الاقساط. يعني قال لي ما ينفعش عشان الفلوس.